ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ انا قلت النهارده بقى طبعا بعمل المطبخ ومش فاضيه، وامبارح كنت بعمل حاجات برضو في الشقه. فانا قلت لازم، كنت بعمل اوضه النوم بتاعتي، فطبعا كل يوم بعمل حاجه، فعايزه اعمل اكل سريع كده، فقلت اعمل لهم. كان عندي نص كيلو سجق في التلاجة، فقلت اعمله بطريقه حلوه واعمله لهم سندوتشات. فقلت اعمله ازاي؟ جبت بصلايه، خرطتها وحطيت فيها شويه زيت، وتبلت البصلايه دبلت معايا، وكنت مقطعه طماطم زي ما انتوا شايفين، وفلفل اخضر وفلفل حامي، وحطيتهم دلوقتي على النار مع البصل. بعد ما البصل طبعا احمر معايا شويه، وقعدت اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. الفلفل والطماطم يتبلوا. انا جبت السجق زي ما انتوا شايفين، النص كيلو قطعته. بس قبل طبعا ما اقطعه عملت حاجه حلوه جدا، اعملوها هتبقى احلى بكتير. ايه هي؟ غسلت طبعا السجق كويس قوي، ونقعته في خل وملح وسكر. ليه سكر؟ عشان خاطر ده بيبقى محلول، بياخد كل الزفاره وبياخد كل حاجه مع الملح والخل والليمون. تمام. سبتها نص ساعة منقوعة، وبعد كده جبت حلة، والحلة ديت حطيت فيها مية، وحطيت فيها كمون، وحطيت فيها خل. لما غليت قمت حاطة السجق فيه. السجق طبعا زي ما انتوا شايفين جامد مش طري. المية السخنة بتخليه جامدة، وفي نفس الوقت بتنزل أي زفارة فيها، أي دهون زيادة بتنزل في المية السخنة. هتقعديه حوالي ربع ساعة في المية، وبعد كده بتطلعيها وتقومي مصفيها، وهتيجي تقطعيها هتبقى جامدة كده، حتت جامدة، مش هتبقى طرية. طبعا بينزل كل الدهون، في دم، في اي حاجة، كله بينزل في المية السخنة. تمام. قطعته كده زي ما انتوا شايفين، وده معايا الخضار اللي هو طبعا بيدبل معايا، انا حطاه اهو. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو، طلعت واحدة مرقة وهحطها مع التتبيلة. تمام. واسيبها بقى تدوب كده معاها. بعد كده لما احط السجق هقول لكم على التوابل اللي احنا نحطها. هنحط دلوقتي السجق. تمام. هنقلبه كده كويس. تمام. وهقول لكم بقى على التوابل. عندي التوابل، عندي كمون، وعندي ورق لورا مطحون، وحبهان مطحون، بحط الاتنين مع بعض وبقلبهم. وعندي توم بودر وبصل بودر. تمام. عندي معلقه كزبره ومعلقه بهارات، وديت التوابل بتاعت اللحمه، بحطها بتدي طعم حلو قوي، والبابريكا والفلفل الاسود هنحطها بقى عليه. وهنقلب. انا ما بحطش ملح خالص دلوقتي غير لما بيخلص، علشان طبعا المرقه، انا حاطه مرقه. احط بقى شويه ميه، حوالي نص كوبايه ميه كده. اعلي عليها النار وهقلب. طبعا انا بعملها بجيب العيش البلدي طازه، واعملهم سندوتشات، وجنبيها سندوتشات بطاطس. اكله سريعه وحلوه. هوريكم بقى بعد ما تخلص. طبعا يا حبايبي، ده الساندوتش بتاعنا. انا عملت طحينه، وحطيت جواه طحينه، وحطيت العيش جوه بعضه كده، وده رغيف. وعملت السجق زي ما انتوا شايفين، جنبيه بقى شويه بطاطس حلوين وقرنين فلفل. طبعا يعني طعمه حلو جدا، وحاجه سريعه في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي. وبألف هنا والشفا، يا رب الفيديو يعجبكم.